بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هتكلم فيه عن الناس اللي بتتسلف فلوس. يجي لك ويقول لك معلش انا مزنوق، انا غصب عني، انا في ظروف، انا ويقعد يعمل لك من البحر طحينة زي ما بيقولوا، وتيجي تطلب فلوسك تبقى عايز تبوس على جزمته، ولازم تطلع له مبررات وتقول له انا عندي وعندي ظروف وعندي والكلام ده كله. انا عاوز افهم، يعني هو جزات الشخص ده جزاته ان هو اداك فلوس وانقذك من المحنة اللي انت فيها؟ ده جزاته ان هو واقف جنبك؟ ده جزاته ان هو ساعدك عشان تطلع من الازمة اللي انت فيها؟ ليه الناس بتعمل كده؟ يعني انا لما اكون مطالبك بفلوس انت تقول لي مثلا شهر وهديك الفلوس، 15 يوم وهديك الفلوس، تقعد سنة واثنين وثلاثة وخمسة ومش مرجع الفلوس ليه؟ وده في شرع مين؟ الناس اللي الواحد اقسم برب العزة وعزة جلال الله، في ناس عليها فلوس، والله في ناس عليها فلوس، اما تقابل الشخص اللي هو تقابله في الطريق اللي ليه فلوس عندهم، اما يبقى الشخص هو اللي ليه مش عليه. انا مش فاهم، يعني سبحان الله. انت حضرتك اتسلفت والناس وقفت جنبيك والناس ساعدتك وودتك والكلام ده كله، رجع الحقوق لاصحابها يا اخي. خلي عندك شوية دم ورجع الفلوس لاصحابها. ايوه كل الناس مزنوقة، واللي اداك ده مديون، يعني اللي اداك وسلفك وطلعك من الازمة اللي انت فيها على ديون. هو انت فاكر انه معلش ديون؟ على ديون، وصاحب الديون ده بيطالبه. فانت خلي عندك دم وسدد اللي عليك. طالما اديته موعد سدد الفلوس في الموعد اللي انت اديته. مش لازم يقدم لك مبررات، ومش لازم يقول لك ان انا عندي ظروف وعندي. كل واحد يعلم بيه ربنا. هو كتر خيره ان هو اداك، كتر خيره ان هو اداك، ده جزاته ان هو ده الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا تداينتم بدين فاكتبوه. اذا تداينتم بدين فاكتبوه. ده جزاته انه ما خدش عليك ايصال امانه، ولا جزاته انه ما خدش عليك وصل، ولا جزاته انه ما خدش عليك شيك. ما هو لو واخد عليك ورقه هيذلك، وغصب عنك هتتصرف فلوس وتجيبها له، غصب عنك تروح تتصرف. وايام ما كنت مزنوق لو طلب منك اي ورقه هتديها له. فيا ريت نخلي عندنا دم شويه. الناس اللي عليها فلوس تسدد الفلوس دي للناس، سدد الفلوس اللي عليكم، اتقوا الله شويه وارحموا روحكم شويه. الا في حاله واحده بس، ان الشخص يكون راضي وعارف ان انت هتسدد له الفلوس في اي وقت. دي حاجه تاني. انما غير كده سدد الفلوس اللي عليك، اتق الله شويه وارحم روحك، وارحم الناس اللي وقفت جنبك وساندتك وقت الازمه. خلي عندك دم وسدد الفلوس اللي عليك، واتق الله شويه.